اللاعب رقم 10 كلمة بتسمعها كتير بس مالوش عليها في التحليل. الرقم 10 هو أشهر مركز في الكورة، غالبا بيكون أكتر لاعب موهبة وأكتر لاعب عنده خيال وإبداع، ووظيفته الأساسية صناعة اللعب، بيربط خط الوسط بالهجوم وبيتحرك في المساحة ما بين الخطوط. تاريخيا اللاعب رقم 10 زمان كانت كل مهمته هجومية بس، وكان عنده حرية أكتر في الملعب، بس دلوقتي فكرة الحرية المطلقة ما بقتش تأكل عيش، فبقى لازم اللاعب رقم 10 يبقى قوي بدنيا وبيعرف يدافع، علشان لو ما عرفش يدافع مش هيبقى ليه أي مكان في الكرة الحديثة. لكن بعد كل التغيرات دي هدفه الهجومي زي ما هو، انه ياخد الكرة وينقلها الملعب الناحية التانية ويصنع فرص للمهاجمين. ما ينفعش تكون لعيب رقم 10 وما بتعرفش تستلم الكرة بأي شكل، بظهرك بقى، بوشك، بجنبك، بقورتك، بس لازم تستلم الكرة. وما ينفعش تكون ما بتعرفش ترقص واحد على واحد، ولا بتعرف تلعب ثرو باس، بالعربي كده يعني اساسيات الكرة لا مؤاخذة. واهم من كل ده خيالك لازم يكون واسع. من الاخر لو عايز تشوف اللعيب رقم 10 اللي بجد اتفرج على ابو تريكة وزين الدين زيدان. وعلى رأي المثل الشعبي للاعب الاسطورة، مش كل صنايعي فنان.